السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة المسفيوية. اليوم نشارك معكم واحد العجين رائع. حضرت بيه 3 أشكال بدون طابع بدون بيض، كتجي أشكال راقية وزوينة. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش أخواتي من لي لايك ومن البارطاج الفيديو فضلا وليس أمرا. وعشر مبروكة مرة أخرى تدخل لكم باش ما تمنيوتيو إن شاء الله. ندوزو المقادير والطريقة في نفس الوقت. عجين ساهل وفي المتناول. كنحتاج 2 علب ديال الفلون كراميل، ولا ما كانوش متوفرين علبة ديال الياغور ديال الفاني، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، سكر سخيل، كاس ديال الزيت، 4 الفرماجات، خمارة، ساشي ديال الفاني. هاد العلبة اللي استعملت فيها 200 غرام ديال الزبدة وضفت لها 1 2 المعالق باش تكمل ليا 250 غرام ديال الزبدة، واللي متوفر عليه الزبدة ديال الطوريق يدير 250 غرام ديال اي زبده. ضفت انا 2 المعالق ديال الزبده الحيوانيه باش تعطيني واحد المذاق يكون زوين ولذيذ، وكاس ونصف ديال نشا الذره غربلته مع الطحين. بالنسبه لهذا العجين كتحتاج كيلو ديال الطحين وافي، يعني كامل دخلته في هذه العجينه. العجينه تكون رطبه. انا العجين هاد الطحين اللي استعملت جا كيشرب واحد شويه، كتنشف ليا العجينه. واستعملوا طحين يكون نوعيه ممتازه باش تجيكم الحلوه زوينه. كنخدم هذيك الزبده مع الفروماج مع السكر كلاصي، 2 كيسان ديال السكر كلاصي. الزبده ديال العلب راه ساهل انك تخدميها، غير هذوك 2 المعالق ديال الزبده الحيوانيه كانوا في الثلاجه هما اللي خدمت واحد شوي. وخلطت العناصر كامله مع كاس ديال زيت المائده، ساشي ديال الفاني، 2 علب ديال الفلون كراميل، ولما توفروش كديري علبه ديال الياغورت حجم كبير. كنخدم العناصر كامله. وكناخذ 1 كيلو ديال الطحين، كنزول منه كاس ونص، كنعوضها بكاس ونص كاس ونصف ديال النشا الذره، كتعطيها واحد الهشوشيه واحد الرطوبيه لهاد الحلوه، وكتجي في نفس الوقت مقرمشه وهشيشه. كندير واحد قريصه ديال الملح، وكنبدا نضيف الطحين مغربله من قبل، وساشي ديال الخماره وزن 8 غرام. المقادير مضبوطه نخليهم لكم في صندوق الوصف. كندخل الطحين للعجين حتى كنحصل على عجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه، وكندوز كنشكل منها 3 كرات. كل كره غنسمها او نكهها باي حاجه بغيتي. كره نكهتها بفلون ديال الفاني، وكره نكهتها بالناطه نكهه الناطه، وكره احتفظت بها عادي بنكهه الفلون اللي درت فلون كراميل اللي درت في العجين. ويمكن لك تنكي باي نكهات بغيتي. يمكن لك تضيفي اضافات كاوكاو، ولا تضيفي كاوكاو يكون محمر ومطحون، ولا تضيفي الكوك محمر ومطحون لاي اي مجموعه ديال العجين. النكهه كتبقى اختياري. خديت القطعه الاولى ديال العجين، شكلت كويرات يكونوا صغيورين بزاف لان فيه خماره عيتزاد الحجم ديالهم. كنشكل كرات، وكناخذ كل 3 كرات كنضغط عليهم بيديا باش يتجمعوا ويشكلوا لي هذا الشكل مثلث. ضروري نضغطوا عليهم باش ما يتحلوش من يكونوا يطيبوا. ضغطوا عليهم مزيان باش يتلاصقوا مع بعضياتهم، وندخلهم الفران على 180 درجه حتى يطيبوا من التحت ويتحمروا شويه من الفوق. فران ديال الضوء بنفس الطريقه، فران ديال الغاز بنفس الطريقه، عافيه مهيله حتى كيطيبوا من التحت وكيتحمروا لي واحد شويه من الفوق. كناخذ الشوكولاط البيض كندوبو من بعد ما كنخرجهم من الفران، كنخليه مني كندوبو في الباماري كنخليه واحد شويه يبرد، ما نديروش سخون لان درتو سخون ما يشدش ليا نهائيا في الحلوه. كندير واحد بلاستيكه في واحد الطاوه، وكنحط عليه العجينه ديالي الحلوه ديالي، وكنحط عليها واحد العقيقات بالنحاسي او شويه ديال الججلان اللي بغيتو، ولا نقيطه ديال الشوكولاط كحل ديروها 3 القيطات ديال الشوكولاط كحل حتى كتساليو وديروهم الوسط. كيبقى التزيين اختياري. كنستمر كنوضع الحلوه ديالي، ولا لقيتو شي وحده تحلات ليكم راه كتغطسوها في الشوكولاط وكتحطوها مجموعه وراه كيجمعها هذاك الشوكولاط. كيكون الشكل ديالها زوين. ومن بعد ما كنحط الحلوه ديالي كنحاول نزولها من البلاصه ديالها باش ما تهش ليا الشوكولاط بزاف. انا كان هنا البرد شرجم محلول، عذبتني واحد البلاستيكه بقيتها مفاتنه معاه هي بوحدها.
كندوز للشكل الثاني اللي نكهته بنكهه ديال الفلون بنكهه الفاني. كنديرو صبيعات على هذا الشكل صغار، كنحاول نجمعهم من الفوق حتى كنكمل العجينه ديالي وكندخلهم للفران بنفس الطريقه بحال كطيبي حلوه عاديه، يكون عافيه متوسطه ما تكونش مجهده حتى كيطيبوا لي يكون على هذا الشكل، كيكونوا صغار ما يكونوش كبار. ومن بعد كناخذ من ما طابوا ليا كناخذ اللوز كنحمرو كنهرمشو بالقشره ديالو. خديت هنا كاس ديال العسل، خليته كيغلى مزيان فوق من البوطه حتى ولات فيه ديك الكشكوشه بحال بيت كرمل، وكنزيد ليه واحد 5 ديال الشوكولاتات. انا هاد الكميه راه كفاتني وشاط لي فيها النص، يعني نتوما الا درتو نفس العجنه ديروا غير نصف الكميه، ديروا نص كاس ديال العسل مع شي 3 القطع ديال الشوكولاط الابيض حتى كيغلى هذاك العسل، ونحيدو على النار وكنزيد ليه الشوكولاط الابيض وكتولي واحد التعليكه زوينه. كندهن بها هذيك الحليوه ديالي وكنفندها في اللوز، كنستمر حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله، ومن بعد كنغطس ليها النص فيها كنغطسو بالشوكولاط كحل. كندوز ودائما كندير الباماغي، كندير هاد التعليكه في الباماغي فوق من النار باش ما تقسحش، لان الا قسحت كتصعب عليكم انكم تلصقوها في العجين. كندوز كنوجد معكم الشكل الثالث. هنايا خديت الفواكه الجافه، خديت شويه المشماش قطعته قطع رقاق، شويه اللوز خضر قطعته حتى هويا، شويه اللوز ايفيلي درت معاهم، يمكن لكم تديروا الكيوي، درت معاهم معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه ديال الجليكوز. كنجمع هذيك الخلطه ديالي مزيان حتى كتعلك ليا. من بعد كنشد العجينه الثالثه اللي تبقات ليا وكنديرها على شكل كويرات. هنايا راه العجينه نشفات ليا لان الطحين ما كانش زوين، كان كيشرب. كندير كره على هذا الشكل وكنبسطها بيديا باش تجي رقيقه، وكنذوقها باي غطايه ولاقه غلاقه ديال القرعه ديال الماء. راه فيت مني حاطه نفس تقريبا نفس الرشمه ديال واحد الحليوه حاطه بهاد الغلاقه ديال القرعه، كنزوق بها هاد الحليوه وكتجي زوينه. وهنايا درتها بالغلاقه، واحد الغلاقه كانت عندي، كنضغط الوسط بالاصبع ديالي تندير واحد الحفيره وكندير فيها هذيك الفواكه الجافه اللي معلكه بالجليكوز. نعاود معكم وحده كنكورها وكنبسطها مزيان بين الكف ديالي، كندير على هذا الشكل. الصوره شارحه نفسها بلا ما نشرح، وكنضغط واحد الحفيره الوسط باش كتثبت ليا ديك التعليكه اللي درت. بنفس الطريقه حتى هي كندخلها الفران على عافيه متوسطه حتى كتحمر من التحت وكتحمر لي عاوتاني من الفوق، نشعل عليها من الفوق. كنستمر حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله، وكنقدم لكم الاشكال النهائيه اللي حصلت عليها. اشكال بساط ساهلين بدون طابع بدون بيض، للناس اللي كيبغوا الحلويات بدون بيض، والناس اللي كيبغوا عجنه وحده كيخرجوا منها 3 شكيلات. هاد الشكيلات زوينين وراقيين، وكل وحده المذاق ديالها متميز على الاخرى مع انهم من نفس العجينه. الاشكال ديالي مني طيبتها وزينتها كتكون على هذا الشكل. الشكيل ديال الشوكولات كيكون على هذا الشكل، التزيين راه كيبقى اختياري. حلوه المرشم وبلا مرشم كتكون على هذا الشكل. حليوه ديال الصبيعات بالتعليكه اللي درت جات رائعه، وغطس النص ديالها في الشوكولاط الكحل، ويمكن لكم تغطسوا كامله تغطسوها في الشوكولاط الكحل اللي بغيتو. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم اخواتي يعجبكم، ما تنسونيش من لي لايك ومن بارطاج الفيديو، وكنرحب مجددا بالاخوات اللي انضموا للقناه، مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنسونيش من الدعم من الاشتراك ومن بارطاج الفيديو. دمتم في رعايه الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله.